السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي وبنياتي وخياتي المشتركين المشتركات، وان شاء الله تكونوا بخير. انا في نعمه الحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. حبيباتي نشكركم جزيل الشكر على دعمكم وتفيسكم لقناتي، ونرحب بالمشتركين الجدد ونقول لكم شرفتوا قناتي. اليوم حبيباتي جبت لكم هذا الطعام الكحل، جاني عليه اكثر من طلب ولكن حطيته على قناتي، راح نعاود لكم على السريع. هنا حبيباتي عندنا شويه طرف الدجاج ولا لحم كيما الشيء اللي عندكم. هنا بديت بهذا الماء، حطيته في لابولوار يسخن هو الاول. غسلت الدجاج مليح ونقيتهم شوّطتهم. حنا عندنا نشوّطوا الدجاج باش يجونا بنان. جبت كاسرونة ولا طنجرة ولا كوكوط اللي راح نطيبوا فيها الدجاج تاعكم. كنت درت فيها حبة بصل كبيرة وتوم، ودرت معاها شوية الحمص، ودرت معاها الجزر، ودرت الفلفل الكحل، الفلفل الأحمر والملح والزيت وطوماط كونسونطري اللي هي معجون الطماطم. يعني لي زيبيس كامل تحبوا ديروا توابل الدجاج لكم الاختيار. كما قلت لكم تقدروا ديروا هذا الوصفة بالدجاج، كما تقدروا تحضروها باللحم، لكم حبيبات الاختيار، كل واحد واش يحب ياكل. هنا درت الزرودية هي الأولى مع الحمص باش تتقلى وتاخد هذيك البنة، لأنه ما نحطوش البسباس واللفت وكامل، هادو كيزربوا يطيحوا، يعني يزربوا يطيبوا لأنه ما فيهمش الروح كامل طريين. وعلى بها نحط دايما الحمص والزرودية يعني اللي هي الجزر باش يتقلاو مع هذيك اللحم وتعطينا هذيك البنة. كما قلت لكم الماء تاعي راهو يغلي. هنا اللحم تاعي راهو يتقلى مليح مليح مع شويه ما بيان سور، ما نديروش اللحم وحده وما نديروش لي زيبيس وحدهم باش ما يتحرقولناش لي زيبيس. على بها كنقول لكم دايما نديروا حوالي نصف كاس وخليو كل شيء يتجمر مع بعض، يعني حتى تقلى مليح مليح كما راكم تشوفوا. البصله تذوب والثوم تذوب. هنا الطعام تاعي كنت غسلته. هذا الطعام فتوه في البيت وشاركت معكم حبيباتي الوصفه من الاول للاخر، وخداوها كمشروع ونجحوا فيها والحمد لله. ربي يرزق كل واحد محتاج. كما قلت لكم الطعام هنا غسلته ما يتلبّز ما يحور، يقعد كيما راه. هنا مرّقت بيان سور بالما سخون، دايمًا نوصيكم نقول لكم مرّقوا بالما سخون باش الخضر تاعكم واللحم ما تسخساش. هنا نرجعوا الطعام تاعنا نحطوه يعني يفور في كسكاس حتى يفور كامل يخرّج هذيك الفوارة. هنا اللحم تاعي كان طاب، غير فورت عليه كان طاب، هو والجزر جبدتهم باش ما يطيحوش، لأنه الدجاج تم يطيبوا بالخف، يعني ما فيهمش الروح كامل. وعلى بها قليتهم وجبدتهم في هذاك الدوا، كانوا طابوا يعني، غير فورت عليهم كما قلت لكم فورة وحدة كانوا طايبين. هنا ملحت الكسكس تاعي أو الطعام تاعي، هذا طعام الشعير، فيه الرغدة، فيه البشنة، فيه البزيت، فيه البلوط، فيه المشروب، يعني فيه كل هادوك الحوايج تاع بكري هادوك اللي نحطوهم نخلطوا بهم يعني الطعام باش يجينا بنين. وفيه أيضًا دقيق القمح الكامل، يعني الدقيق تاع القمح. يعني خلّطت كل شي وفتلتهم مع شوية السميد بيان سور رطب وفتلته. راح حبيباتي إذا فتلته راح نشارك معكم الوصفة، لإنه البرد الآن ما راحش يعني ينشف لي، راح تفسد لي. وعلى بها ما هذا نفتلوه في الصيف، يعني نحضّروه كيما العولة. بعد ما ملّحنا الملح بيان سور حسب حسب الquantité اللي عندك، حسب العايلة تاعك. ملّحنا حبيباتي، بخيتها مرة واحدة فقط في المرة الأولى، يعني تجي هكداك شغل ناشفة. ومن بعد نعاودو نفوّروها، ما راح نديرو لها لا زيت لا ليدام والو، باش ما باش من بعد كي نزيدو نفوّروها ما ت هذاك الزيت ما يعزلش الماء على الطعام تاعنا، يعني تزرب تمتم تشرب لنا الماء. كيما قلت لكم حبيباتي عاود فورناها وزيدنا بخيناها هنا المرة الثانية. هنا باه تزرب ترطاب تم، لإنه هذه مفتولة يعني ومبرودة يعني تاع الدار، ما تفتخش يعني تقعد كيما راها كي الساشم يعني حبة على اختها. كيما قلت لكم نزيدو نبخوها هكذا بالما المرة الثانية نحطوها تنشف عادي كيما المرحلة الأولى. هنا فيها 3 فورات. هنا بعد ما شاحت نديرو الزيت، درنا كمية من الزيت واحد المغرفة ولا 2 مغارف كبار كيما قلت لكم على حساب الطعام تاعكم. أنا هنا ما عنديش quantité كبيرة. نبردوها هكذا بالزيت يعني نشهبوها ندهنوها ونعاودو نرجعوها تفور كيما قلت لكم الفورة الثالثة. الفورة الأولى نبخوها والثانية نبخوها والثالثة صايي تما ندهنوها. هنا نجيبو شوية ليدام بعد ما فارت الفورة الثالثة، نجيبو شوية الزبدة ولا شوية ليدام ولا زيت الزيتون، كل واحد كيفاش يدهن الطعام تاعو. ندخلو هذاك
ليدام، يعني هذيك الزبدة تاع البقرة ندخّلوه كامل في هذا الطعام، نحاولوا كيفاش كامل الحبيبات يتغلفوا بهذاك ليدام، يعني نشهبوها كيما حنا نقولوا، ندهنوها، ونعاودو نرجعوها للكسكسة نغطوها ونخلوها باش ما تبردش. هذا ما كان حبيباتي، سهلة ماهلة، يعني توقف يعني توجد في وقفة. ودرنا كيما قلت لكم الخضر درنا اللفت، الجريوات إذا عندكم أي حاجة عندكم حطوها، هنا مش شرط واش تسقّوا، كل واحد واش يحب، وقدّمتها مع هذا راس الفلفل الحار، وجبت دوك الطراف تاع الدجاج تاعي، تحبوا تحمروهم حبيباتي، أنا محمرين ديجا راهم يعني مقليين في الدوا وطابوا، وعلى بها ما حبيتش نزيد نحمرهم لأنه محمرين بزيادة في الطنجرة. وبالنسبة حبيباتي للمرق، مرقوا قد الطعام تاعكم ولا قد على حسب العائلة تاعكم. وهاي ليكم هنا الطعام اللي كنت فتلت من قبل. دخلوا للقناة رايحين تلقاوها، وما تنساونيش بالإعجاب والكومنتار، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.